النهاردة هكلمكم عن السجن اللي احنا عايشين فيه. سجن اسمه الوقت. كل يوم بنصحى وننام ونشتغل وناكل، وكل ده عشان نلاحق الوقت. بس انت تصدق انه في مكان في افريقيا الناس هناك ما عندهمش كلمة الوقت، ولا الساعة كام، ولا حتى بعد شوية؟ في اماكن في افريقيا وفي امريكا الجنوبية، خصوصا في الامازون، فيها قبائل تانية فعلا ما عندهاش فكرة الوقت. الوقت ده مش موجود، مفيش جداول، مفيش مواعيد. النهار يساوي شغل، والليل يساوي راحة ونوم. الدنيا ماشية على ضوء الشمس، مش عقارب الساعة. هل الوقت حاجة حقيقية، ولا احنا اللي اخترعناه عشان نظبط حياتنا ونظبط السيستم؟ يعني الوقت ممكن يكون مجرد فكرة زي فكرة الفلوس. يعني ممكن يكون فكرة زي الفلوس احنا اللي اتفقنا عليه واخترعناه، لكنه مش حاجة طبيعية وملوش دعوة بالطبيعة. الناس زمان كانت بتقيس الوقت بالشمس. عارف الساعة الشمسية اللي هي عصاية في الأرض والظل بيتحرك حواليها؟ أيوة، دي كانت أول ساعة شمسية. بس بعد كده في الحضارة البابلية بدأوا يحطوا تقسيمات 24 ساعة. كل ساعة فيها 60 دقيقة، وكل دقيقة فيها 60 ثانية، كأنه حاجة مقدسة. يعني لو اتأخرت 5 دقايق تتحاسب، لو صحيت بدري معناها إنك إنسان ناجح، ولو نمت متأخر معناها إنك إنسان مش كويس وفاشل. وهنا ندخل على موضوع مهم جدا. هل الساعة بتتحكم فينا، ولا احنا اللي بنخليها كده؟ هل أصلا دماغنا مصممة تشتغل بنظام من 9 ل5؟ دلوقتي تعالوا نطير فوق شوية. عارف إن الوقت مش ثابت، الوقت بيجري بسرعة مختلفة حسب المكان اللي في الكون. يعني لو طلعت فوق جبل عالي، الوقت هناك أسرع منه عند البحر. ليه؟ عشان الجاذبية فوق الجبل أقل من البحر. رواد الفضاء اللي بروحوا محطة الفضاء الدولية بيرجعوا أصغر من زمايلهم على الأرض بحوالي أجزاء من الثانية. يعني ممكن تبقى توأم واحد راح محطة الفضاء ورجع ويبقى أصغر من توأمه. ودي مش هبدة، دي نظرية أينشتاين اسمها تمدد الزمن أو التايم ديليشن. ويا سلام بقى لو دخلنا جوه ثقب أسود، الوقت بيتحول لسلحفاة مكسحة. الوقت بيمشي ببطء جدا. وفي فيلم انترستيلر الراجل دخل كوكب جنب ثقب أسود، قعد فيه 3 ساعات بس. رجع لقى بنته كبرت وبقت عجوزة. كل ده عشان الجاذبية بتبطأ الزمن. السجون هي أكتر مكان بيبوظ الإحساس بالوقت. ناس بتقعد سنين حرفيا من غير ما يعرفوا الساعة كام أو حتى النهاردة يوم إيه. في دراسات عملت تجارب عجيبة. ناس خدوهم وحطوهم في كهوف مظلمة وقفلوا عليهم من غير موبايل ولا ساعة ولا حتى ضوء شمس، وقعدوا هناك أسابيع. لما طلعوا لقوا إن جسمهم مظبط نفسه على ساعة داخلية اسمها الساعة البيولوجية. يعني كلنا جوانا ساعة بتشتغل لوحدها. بس المشكلة إنه حياتنا الحديثة قطعت السلك بتاع الساعة دي. بقينا نصحى بمنبه وننبه وننبه، وناكل في نص مكالمة، ونشتغل واحنا بنفكر في الساعة 5 ومتى يخلص الدوام بتاعنا. مش لازم نرمي الساعات ولا حتى نسيب الشغل، بس نفهم إن الوقت مش عدوك، هو مجرد فكرة. لو عرفت تتحكم في إحساسنا بالوقت ممكن تعيش أبطأ وأحسن بكتير. ولو حبيت تطلع من السجن الزمني، اعمل زي قبائل أفريقيا. عيش اللحظة من غير ما تبص في الساعة كل شوية، من غير ما تحسب كل سنة بتضيع. سلام.